أولا السيدة فاطمة رضي الله عنها السلام عليكم اختارت ورحمة أن الله وبركاته. تدفن سنا سرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أبو هزيم. وهذا على استحياء منها. يعني فيه رواية تقريبا عند الشيعة وهي عند السنة أيضا أن أسماء بنت عميس اللي هي زوجة أبو بكر غسلت فاطمة رضي الله عنها، وسألت فاطمة أن تجعل لها اللي هو الكساء بتاع اسمه ده يا اخوان، قولوا معانا، اللي هو كفن. الكفن هذا. واوصت علي بن ابي طالب ان يدفنها ليلا، وهذا استحياء منها، حياء ليس طعنا في احد. لو كان عدم علم مثلا زي ما الشيعة بتقول، زي ما انتم بتقولوا ابو بكر وعمر، ده طعن في ابو بكر وعمر، طب ما الصحابه المنتجبين لم يحضروا دفن فاطمه ولا الصلاه عليها؟ وعند الشيعة هؤلاء صحابه منتجبين مؤمنين سلام الله عليهم. فلو كان دفن فاطمة سرا ليلا يقتضي أنها غاضبة مثلا على أبو بكر وعمر، فهتبقى غاضبة أيضا على سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد، لأن ما فيش رواية على وجه الأرض بتقول أنهم حضروا دفنها أو حضروا الصلاة عليها. فهمت يا عزيزي؟ فالسيدة في رواية عند الشيعة أيضا، لكن لا تحضرني الآن، أنها أوصت أن تدفن ليلا هكذا. وعلى فكرة قبر فاطمة كان في بيتها، ده في كتب الشيعة، في رواية صحيحة في ملاذ الأخيار أن علي بن أبي طالب دفنها في بيتها. لكن عند أهل السنة دفنت بالبقيع كباقي نساء النبي. الناس لما بتحضر غسل شخص ولا جنازة شخص، ايه اللي بيحصل؟ اه بيكفنوه وبياخدوه بيشيلوه بيروحوا به بس الجبال بعدها القبر ويكتبوه. يصير معروف. القبر معروف ايش؟ مكانه. قبور زوجات النبي اغلبها مش معروفة، ايش المشكلة في ذلك؟ ليش يبقى معروف؟ بس الفرق الآن أنا بين. أسألك سؤال. أليس عند الشيعة اليوم، مع احترامي ليك، أليس عند الشيعة اليوم من يزحف إلى القبر ومن يسمي ابنه بقلب رقية وقلب ايش وكلب دخل زينب؟ هذا؟ أقول لك إيش دخل هذا. الآن لا، أنت تعلم أن في ناس إلى اليوم بتسجد لقبر الحسين، بل ويسجدون لقبور العلماء، صح ولا لا؟ إذا سجد عبادة فهذا كفر، إذا سجد احتراما ربما بدعة نقول. ربما بدعة. المهم ان هو لما يسجد هيسجد للقبر، يعني في ناس بتسجد لقبر الحسين. طب تخيل لو قبر فاطمة موجود لعبدها الشيعة من دون الله. والله دي من الحكمة ان علي بن ابي والله طالب أنا لم صار سنين يعبد أزور، احد. ما يوم سجدت طب انا للإمام لو الحسين عليه انا السلام. الان لو انا زعمت على فهمك ان فاطمة كانت تسخط على سلمان وابو ذر والمقداد وعمار لانهم لم لا يحضروا لا لا يحضروا. لا لا. لا، شوف، لحظة لحظة. ويمين كانت عندها عزيزي مشكلة. عزيزي عزيزي، هدي شوي، هدي شوي. لو أنا الآن أدعي، ما أنا بقول لك علشان ترد علي قولي، لو أنا الآن أدعي أن فاطمة كانت ساخطة على سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار والحسن والحسين لأنهم لم يحضروا دفنها والصلاة عليها، تقدر تثبت عكس كلامي؟ لما تقول لي ان دفنت سرا وما فيش ولا مخلوق مثلا حضر الجنازة وحضر الدفن، ما ينفعش اقول لا أي. اصل انا هطعن في ده ومش هطعن في ده. ما احنا برضو من لازم قولك ان معنى انه لم يحضرها تفسير اهل السنة ورأي اهل السنة انها دفنت سرا حياء. وعلي بن ابي طالب بنفسه صاحب الموضوع لم يقل في يوم من الايام، حتى لما صار خليفة وصار بيده الامر والنهي، لم يقل في يوم من الايام انا دفنتها سرا لأن أبو بكر أو عمر، ما قال. بس ده في رأس الشيعة، بس يحب زوجته، اهدى. دي كتب الشيعة بتقول كده. عمركم شفت واحد بيحب زوجته؟ عزام، عمركم انت شفت واحد بيحب زوجته؟ اهدى. دي كتب الشيعة بتقول كده. عمركم شفت واحد بيحب زوجته؟ عزيزي أي. هدي بس، أقدر أطلع لك كل كلمة بالدليل قدامك. عمركم شفت واحد بيحب زوجته وبيخاف عليها ومريضة وهتموت ومجرد ما تموت يتزوج بعدها ب9 أيام؟ ده يبقى بيحبها؟ ايه المانع ان احنا نشك ان هو قتلها؟ ما هو النواصب يا اخوان اللي بيطعنوا في الامام علي بيقول لك علي اصلا هو قاتل فاطمة، قتل فاطمة لانه سؤال خطأ. موجه لك أيضا، لأنه هو نفس الشيء عندك، هم يتزوج بعد 9 أيام.
لا فين نفس الشيء؟ وين الروايه اللي عندي انه اتجوز بعد 9 ايام؟ تتزوج الإمام عليه السلام طلع لي انت بعد. الروايه، لا ما تدعيش شيء، طلع لي روايه. أنا طلع ما لي روايه أعرف، عندي أنا ما أعرف، تزوج. بس أعتقد إنه السالفة نفس الشيء بينهم. لا ما عندي ان علي تزوج فاطمه بعد 9 ايام، تزوج بعد طيب فاطمه ب9 ايام. طيب، طب هو قول لي كان انت، عنده أولاد اعطيني صغار تفسير، واحتاج اعطيني إلى. تفسير، اعطيني تفسير علي بن ابي طالب يروح يخطب واحده، ففاطمه تغضب وتروح عند ابوها، تمرض فاطمه، اول ما تموت بعدها ب9 ايام يتزوج على فاطمه. لا لا، مو بهالسرعة، هذا موضوع أولا هاي الرواية إحنا ما نصححها، مال إنه فاطمة لا غضبت ده إنه راد علماء الشيعة يتزوج. يا عزيزي، مش ده علماء الشيعة. والله صار انت ما خلط تصححها، انت بالمواضيع. مش عالم. انت أستاذ مع هاشم، احترامي ليك، انت ابو احمد تيك توك 2025، يعني قولك لا قيمة له بجوار علماء الشيعة، صح ولا لا؟ اي طبعا، بس صار خلط بس بالمواضيع. انت وين وديتنا وين لا دخلتنا؟ مع احترامي، يعني انا جماعة الخير واحد اسمه ابو احمد النهارده تيك توك 2025 يقول لك والله أصل المسألة دي ما نصححها، ويجوا علماء الشيعة يقرون ان فاطمة ان علي تزوج بعد فاطمة ب9 ايام. يبقى احنا يعني على الحمل الحسن او على الوضع الحسن، لان ده حال الصحابة وحال اهل البيت. لكن الشيعي دايما عايز ياخدها من ناحية تانية خالص، فبالتالي لازم احنا نقابله من الناحية دي ونلزمه من الناحية دي.